السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد. قبل ما ندخل الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش بقى الكومنت الحلو بتاعكم. ويلا بينا ندخل الفيديو. النهارده بقى معانا يعني روتين بقى تنظيف عميق. طبعا احنا بنعمل سلسله تنظيفات بقى رمضان، عشان في رمضان نبقى فاضيين بقى وما يبقاش ورانا بقى تنظيفات ولا اي حاجه، يعني ننضف بقى في العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. فانا بقى هنضف الاوضه بتاعتي بقى تنظيف عميق كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه بقى شلت اللحاف. طبعا الاوضه كانت لسه يعني مكركبه مكان ما كنا نايمين وكده، فما عملتش فيها اي حاجه. قلت مش هعمل اي حاجه غير وانا بصور معاكم. طلعت بقى اللحاف يتهوى شويه كده بره، حطيته على البلكونه. وجيت بقى اشيل بقى الملايه بتاعت السرير عشان اغيرها هي كمان، عشان تبقى نظافه بقى من كله. زي ما انتم شايفين كده شلت الملايه، واشيل بقى اكياس المخدات، وابدا بقى ان انا انضف الاوضه بتاعتي دي. يعني بصوا هخليها اوضه عروسه كده، تنظيفة محترمة يعني. هظبط بقى الكسوة بتاعة المرتبة، عشان برضو حاساها كده طالعة من ناحية وداخلة من ناحية. هظبطها كده عشان تظبط معايا الملاية، متبقاش مكلكعة كده تحت الملاية بعد ما افرشها كده زي ما انتوا شايفين. كده ظبطتها بقى، كانت مظبوطة معايا كده تمام. قبل بقى ما افرش الملاية النظيفة فقلت امسح برضو السرير، الظهر بتاع السرير كده، عشان لو عليه تراب او عليه اي حاجة تنضف معايا. هو طلع ما كانش فيه تراب يعني ولا في اي حاجه يعني. انا مسحاه كمان بمنديل، فالمنديل طلع نظيف جدا، ما فيش فيه اي حاجه. كده زي ما انتوا شايفين معايا. جيت بقى على الكومودينات او الاتنين كومودينو يعني. بشيل برضو، هشيل المفارش اللي انا فرشاها دي عشان اغسلها. هروح بقى الاول اغسلها على طول، علشان عبال ما انا اكون خلصت الاوضه تكون هي نشفت، افرشها برضو على طول. فانا هلمهم كده الكومودينات والتسريحه. بشيل بقى كل الحاجات اللي عليهم كده الاول، وفي شوية بقى مية ومسحوق، وهينضفوا في ثواني. طبعا مش هندعك ولا نغسل ولا كده عشان ما يتقطعوش، بس مجرد ان انا هنقعهم 10 دقايق ولا حاجة في المية بمسحوق، وبعد كده ارجع اشطفهم وانشرهم. اشيل بقى اللي على التسريحة. انا بوريكم بقى الابلة سلمى حاطه لي التوك بتاعتها في كل مكان، فانا عمالة بلم وراها كده يعني. انا بقى كل الحاجات اللي على التسريحة بشوف ايه الحاجة بقى اللي لها لازمة، والحاجة اللي ملهاش لازمة برميها، او الحاجة اللي فضيت برميها او كده. زي ما انتوا شايفين بنزل كل حاجة عشان برضو اخد المفرش عشان اغسلهم كلهم مع بعض. وتبقى طبق فيه شوية مية ومسحوق وشوية معطر وبس كده. هنقعهم شوية وارجع بقى اغسلهم انا مع نفسي كده وانشرهم، علشان ينشفوا بسرعة كده زي ما انتوا شايفين. ورجعت بقى الأوضة تاني. بدأت بالسقف الأول، علشان قبل ما افرش الملاية، علشان لو في تراب نزل او حاجة ما ينزلش على الملاية نظيفة. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا ازعف كده السقف والحيطة وكده، عشان لو في تراب او في اي حاجة. خلصت الحيطان. جيت بقى على الأرضية، لميت بقى المشايات والحافظة المفروشة. هلمهم بقى برا، اطلعهم برا عشان اكنس الأوضة. وهحطهم برضو كده دوم تنفيضة محترمة، ومش هغسلهم لان انا كنت لسه شاريهم جداد من فترة يعني، فما لحقوش ان هما يتوسخوا لدرجة يتغسلوا يعني. اغسلهم بقى على العيد ان شاء الله. الحافظة الكبيرة، الحافظة بقى دي الكبيرة اللي على الأرض دي سايباها ما طلعتهاش، عشان عليها المخدات بقى والحاجات دي. فقلت افرش السرير الاول عشان اشيل المخدات من عليها، وبعد كده اطلعها وانفضها هي كمان، واطلعها مع المشاية اللي بره. هفرش بقى الملاية بتاعتي عشان يبقى كده خلصت السرير خالص، ادخل عليه اللحاف وخلاص على كده.
انا ما سبتش اللحاف كتير بره عشان خفت الجو كده بيغير كل شويه، خفت الجو يعمل هوا فاللحاف يقع تحت. فانا طبعا في الدور الخامس عشان انزل له تحت بقى مش هلاقيه اساسا. فانا بس يعني ايه لحد ما فرشت الملايه ورحت جايباه مدخلاه على طول. وهنا ظبطت بقى الملايه والمخده، خلاص ايه نجيب اللحاف بقى. هفرشه بقى على السرير. انا بحب اللحاف يعني افضل سايباه مفروش كده، ما بحبش اطبقه زي ما كنت قايله لكم قبل كده يعني. بحس ان هو مفروش كده احسن يعني. هرجع بقى المخدات عليه وبعدين بقى اشوف هنعمل ايه. والخداديات الصغيرة كمان هحطهم بقى كده وكده خلاص. جبت بقى المقشة وبكنس بقى الأوضة كده عشان أطلع كل الحاجات اللي في ورق واقع وفي مناديل وفي تراب وكده، أطلع كل ده وبعدين أرجع بقى أمسحها معاكم. أنا جبتها بقى من الحيطان للكومودينات للتسريحة زي ما انتوا شفتوا معايا كده. انا مرضيش المع الدولاب والتسريحه وكده غير بعد ما اكنس، علشان لو كنست وجيت لمعت هيجي عليهم تراب تاني، فانا سبتهم هما لبعد ما اكنس. انا سبت اللحاف سبت اللحاف سبت الدولاب والتسريحه هلمعهم بعد ما اخلص الاوضه كنسل الاول. برضو بشد ورا الكومودينو لقيت ورا شويه تراب كده حلوين وورقه ومنديل وشويه حاجات كده. وبرضو بقى البلكونه، الباب بتاع البلكونه والشيش والازاز مسحه كده برضو على طول. انا بكنس وبطلع على البلكونه علشان اكنس البلكونه وامسحها كمان مع الاوضه بالمره، لان الصاله انتوا كان الفيديو اللي قبل اللي فات كنت عامله لها برضو تنظيفه عميقه وكنت مسحاها، فانا مش هطلع بقى التراب على الصاله عشان ما بهدلهاش تاني يعني. بطلع على البلكونه عشان تاخد لها نصيب كده من النظافه هي كمان. انا عايزه اقول لكم ان انا كمان كنت بغسل هدوم يعني، كان عندي غسيل فكنت كل شويه بفصل واروح اشوف الغساله وارجع اكمل تاني، عشان يعني ايه بحب اركز في كذا حاجه كده واعمل كذا شغلانه كده في نفس الوقت. هنا خلاص جبت بقى ملمع الازاز وجيت المع بقى المرايه زي ما انتوا شايفين بمناديل بقى او فوطه قطن او اي حاجه يعني. انا هنا كنت مستعمله مناديل كده زي ما انتوا شايفين. كمان الازاز بتاع التسريحه نفس الكلام، علشان لما افرش بقى عليه المفرش لما ينشف ابقى فرشاه على نظافه. هنا بقى خلاص كنت لمعت التسريحه، هلمع بقى كل حاجه وارجعها مكانها تاني. البرفان ومزيل العرق وكل الحاجات ديت، وبرضه هشوف الحاجة اللي انا مش محتاجاها او الحاجة اللي كده ارميها او اتخلص منها يعني، الحاجة اللي ما عدتش هستعملها تاني او الحاجة اللي فضيت او الكلام ده. كل حاجة كده احطها متلمعة عشان احس احساس النظافة او احس بالفرق.
هنا خلاص بلمع بقى الجزء اللي تحت ده، شلت برضو كل الحاجات اللي عليه وبلمعه والراوتر وكل الحاجات الموجودة، يعني اي حاجة موجودة في الأوضة خدت نصيبها من النظافة. رتبت بقى كل حاجة مكانها. انا تحت كده حاطة حمام الكريم وحاطة المعطر اللي هو فريدة، معطر بتاع الغرف يعني، حطاه هنا في المكان اللي تحت ده، مكانهم الثابت على طول يعني. جيت هنا على الدولاب كمان هديله بقى تلميعة كده على السريع. انا عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه قوي بعد ما نضفت الاوضه، حاسه كده باختلاف، وحاسه يعني ايه احساس النظافه بقى وريحه النظافه وكده، فالاوضه بجد يعني بقت راحه نفسيه. يعني انا حتى بعمل لكم مونتاج وانا قاعده فيها دلوقتي. طبعا لما يكون عندنا في البيت بقى شغل كتير، ما يعني ايه، انا عن نفسي او المفروض ده اللي يحصل، يعني ان احنا ما نعملش حاجات كتير في نفس اليوم علشان ما نتعبش، وعشان لما نعمل حاجه او ننظف الحاجه ننظف الحاجه بذمه شويه. فانا بحب برضو اعمل كل اوضه كده لوحدها، يعني عملت الصاله لوحدها وعملت الاوضه دي لوحدها، ممكن في يوم بقى اعمل المطبخ لوحده. كل حاجه لوحدها كده، يعني ايه الواحد بيقضي اليوم بقى كله في، يعني مثلا نظفت الاوضه هقضي اليوم كله فيها، هعملها بذمه شويه، غير ما اكون بقى بعمل كذا حاجه في نفس الوقت، هكون عايزه اخلص دي عشان ادخل في اللي بعدها او كده، فالموضوع مش هيدي نفس النتيجه يعني. هنا جبت بقى الجردل والشرشوبه زي ما انتم شايفين كده، بدات ان انا امسح الاوضه. ودي كانت اخر خطوه معايا بقى قبل الفرش، ان انا امسح بقى الاوضه، حطيت شويه معطر وشويه مسحوق وبالشرشوبه كده وعلى السريع. بمسح كده الاول وبعدين بعصر الشرشوبه وارجع انشف على طول، عشان الاوضه بقى تنشف بسرعه، عشان ابدا ان انا افرشها قبل ما سلمى تيجي من بره. همسح كمان الجزء اللي قدام التسريحه علشان اطلع بقى على البلكونه. طبعا احنا يعني عارفين الجو الايام دي صعب يعني شويه، فايه بالنسبه للتنظيفات والحاجات دي، فاحنا هنحاول نشجع نفسنا بنفسنا، لان يعني لو استنينا الجو يظبط، الجو ما بيظبطش. فبما ان احنا ورانا حاجات كتير قبل رمضان، فكل يوم بقى نوزع كده على الايام، كل يوم حاجه. ده كده افضل يعني، سواء بقى الجو حلو سواء الجو وحش، عشان هي كده كده في الاخر اللي علينا علينا ولازم نعمله يعني. هنا برضو بنضف ورا الكومودينو عشان ارجعه بقى مكانه تاني على نظافة، والكومودينو اللي الناحية التانية عملته بنفس الطريقة. خلاص بقى هطلع على البلكونة هي كمان. كده الأوضة بالنسبة لي خلصت ونطفت، كل حتة فيها اتنضفت زي ما انتوا شفتوا معايا، ما بقيش ليا بقى غير البلكونة. فقلت بقى اعملها كمان قبل ما انشر يعني، قبل ما اطلع انشر الغسيل. بدأت برضو في البلكونة زي ما انتوا شايفين كده، اخلصها هي كمان كده على السريع،
علشان يبقى كده خلصت من الاوضه ومن البلكونه مع بعض. خلصت البلكونه ورجعت بقى الاوضه تاني. كانت المفارش بقى نشفت، هجيبها ارجعها بقى في اماكنها وارجع كل حاجه عليها تاني زي ما كانت بالظبط. طبعا شايفين باين عليها النظافه ازاي، يعني اللون الابيض ابيض صريح اهو. يا سلام على النظافه والله. الناحية التانية برضو رحت الكومودينو وعملته، وده الكومودينو التاني برضو فرشت برضو الحاجة اللي عليه، فرشت المفرش ورجعت كل حاجة زي ما كانت تاني، الشاحن وعلبة المناديل والوردية الصغيرة دي. واخر حاجة كانت بقى ان انا خلاص انا نفضت الفرش ده كويس ورجعت بقى رجعته مكانه تاني زي ما انتوا شايفين كده. هفرش بقى المشاية دي كمان ويبقى كده الأوضة اتفرشت. وخلاص اخر مرحلة بقى زي ما احنا كلنا عارفين، مرحلة بقى المعطر، وان انا قفلت الازاز بتاع الأوضة عشان الريحة ما تخرجش بره، بس سيبت كده الشيش من بره مفتوح عشان ينور الأوضة، لان في الوقت ده كان النور قطع. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة، وده كان روتيني. يا ريت تكونوا اتشجعتوا معايا، ونشوف بقى ورانا ايه عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وبس كده يا حلو، ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، واشوف وشكم بخير، واشوفكم بقى في فيديو جديد.